السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كيكة البلح. هننزل بالطين في الخلاط، وعندي 3/4 كوباية سكر. هبتدي انزل بيهم شوية شوية كده واضربهم في الخلاط ضرب كويس جدا. انا منزلتش بكمية السكر كلها، هكمل الكمية وابتدي اطحن. وهنزل بالفانيليا وهضربهم برضو في الخلاط. دي طبعا كيكة البلح الرطب. ده اوانه ان احنا نستغل دلوقتي ان احنا نجيب البلح الرطب ونعمله كيكة. نعمله بالزبدة لأولادنا عشان الأنيميا وكده، مفيد في حالات الأنيميا. عندنا 3/4 كوباية لبن ومعلقتين من الزبادي عشان تخلي القوام متماسك. هبتدي أكمل الضرب في الخلاط. الكمية دي هتحتاج كوبايتين من الدقيق يا جماعة، ونص كوباية من الزيت. وبرضو هرجع اكمل الضرب تاني. كان عندي كيلو من البلح الرطب، غسلاه كويس ومقشراه ومفصصاه ومطلعه البذر منه. وهنزل بمعلقه من السمنه. خليكوا في السمنه افضل عشان تكون متجمده غير الزيت، عشان تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تكون حاجه جامده معانا. ولو عندك زبده ممكن برضو، بس تكون جامده، تكونش حاجه سايله. وعندي سكر، ربع كوبايه من السكر. هبتدي انزل بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما املى كل الجوانب بتاعت الصينيه بتاعتنا. وبعد كده عندي قرفه، هنزل بالقرفه بتاعتنا. وعندنا معلقتين كده من القرفه، هبتدي انزل بيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما اوزع كله في الصينيه بتاعتنا. وهبتدي ارصص البلح حوالين الصينيه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما املى كل الصينيه من تحت. بعد كده احنا مجهزين كوبايتين من الدقيق، انا نخلاهم ومجهزاهم على جنب، وحاطه عليهم ورقه بيكنج باودر، او لو عندك كيك شيف برضو يمشي يعني. لما انا رصصت البلح بتاعنا، والدقيق طبعا جاهز ومنخول وعليه البيكنج باودر، وهبتدي انزل بالخليط بتاعنا. انا مجهزاه دلوقتي الخليط. جاهزه الدقيق بتاعنا، كوبايتين من الدقيق، وهنزل بورقه من البيكنج باودر. وعندي الخليط مجهزاه في الخلاط اللي انا ضرباه زي ما انتوا شفتوا بالطريقة اللي انا عملتها. وهبتدي انزل بالخليط واقلب تقليب كويس جدا لحد ما كله يتجانس مع بعضه والدقيق كله يختفي. بعد كده هبتدي ان انا اقلب بالمضرب اليدوي كده، اقلب تقليب كويس لحد ما الدقيق كله يختفي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفضل نقلب نقلب كويس لحد ما الدقيق كله يختفي معانا. دي طريقة مختلفة وجربوها. الطريقة دي جميلة جدا. والبلح الرطب احنا عارفين فوائده، وهتفيد كل أولادنا، عشان طبعا احنا عارفين مفيد البلح في حالات الأنيميا. دي كيكة جديدة يا جماعة، جميلة جدا. نقعد نقلب كده واحنا مجهزين الصينية وحاطين فيها القرفة والسكر والبلح مرصصينه بالشكل اللي احنا شفناه. بعد بقى نفك التكتلات كلها. اهم حاجة ما يكونش فيه تكتلات في الكيكة بتاعتنا، عشان كده لازم تدوبي كله كويس. تخلي بالك ان ما يكونش فيه دقيق مختفي مش شايفاه، لازم تقلبيه. بعد كده هبتدي انزل بالخليط بتاعنا على الصينية اللي فيها البلح واظبطها كده ولو لقيتها محتاجة انها تسويها سويها زي ما انتوا شايفين. كل الخليط بنزله، هو كفاية كفاية بس كوبايتين من الدقيق زي ما انا قلتلكم، مع بيضتين، مع ورقتين فانيليا، مع ورقة بيكنج باودر، مع نص كوباية من اللبن، ونص كوباية من الزبادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونص كوباية من الزيت، و3/4 كوباية سكر. دي كل المكونات اللي احنا حطيناها. بظبط بقى الصينية بتاعتنا كده عشان ادخلها الفرن. كنت مولعة على الفرن ومسخناه
ودخلتها، وده الشكل النهائي بتاعها. زوقيها بقى بالمكسرات، حطي سوداني، عايزة تحطي جوز هند زي ما انت حابة. وده الشكل النهائي بتاعها. وهبتدي ان انا اقطعها كده. طعمها خرافة وغاية في الجمال. جربوها بالطريقة دي طريقة جديدة ومختلفة عن كل الطرق المعتادة بتاعتنا. ده الشكل النهائي اهو بتاعها. شوفوا شكلها جميل ازاي، طعمها خرافة جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة.